بين لاعب ايطاليا وبين زين الدين زيدان لينهي زيزو الحديث بنطحة في صدر اللاعب الايطالي. الحقيقة الكاملة بقى بين الحوار اللي دار بين زيدان وبين اللاعب الايطالي، ان كان في كورة عرضية، اللاعب الايطالي شد زين الدين زيدان من التيشيرت بتاعه. زيدان قال له بعد ما خلص او بعد ما المباراة تخلص تعالى على غرفة الملابس هديك تيشيرت. رد اللاعب كان صدمة، قال له انا عايز اختك، مما اثار غضب زيدان. جدير بالذكر ان والدة زيدان كانت مريضة اثناء المونديال وما كانش حد بيخدمها غير اخته. كل الصحف كل مواقع التواصل الاجتماعي كان ليها حديث عن موضوع والدة زين الدين زيدان، وان اخته هي اللي كانت موجودة معاها في فرنسا في الوقت ده. الحقيقة في الموضوع ده ان اللاعب الايطالي ما سبش ام زيدان زي ما الصحف كانت كاتبة، والدليل على كده انه رفع قضية في 2009 على الصحف الانجليزية بالتحديد اللي كانت متداولة الخبر ده، وكسبها وتم منع الصحف من تداول اي خبر يخص الموضوع ده. زيدان ضيع على نفسه لقب افضل لاعب في البطولة في الوقت ده، لكنه كسب كرامته. والدليل على كده ان تم عمل تمثال للواقعة، حتى كمان الملعب اللي اتلعب عليه النهائي مازال محتفظ بركلة الجدار اللي ضربها زيدان وهو خارج من الملعب.